لو جربت تعمل إعلانات قبل كده وحسيت إنك بتحرق فلوس من غير نتيجة، فغالبا المشكلة مش في البادجت ولا في المنصة. المشكلة إن في 3 حاجات أساسية، لو مش فاهمهم صح أي إعلان هتفشل مهما صرفت عليه. في الفيديو ده هقولك بالظبط ايه ال3 حاجات اللي بتفرق بين اعلان بيخسر واعلان بيجيب عملاء بشكل مستمر. السر الثاني في الاستراتيجية، ازاي اعمل اعلان مربح، اعلان ناجح، وفعلا الفلوس اللي انا بحطها في الاعلان تكون بالنسبة لي استثمار وما تكونش تكلفة او خسارة. تمام. ففي برضه 3 اسرار هنتعلمهم في الاعلان المربح. تمام. طيب، اول حاجة في الاعلان المربح لازم يكون عندي رسالة واحدة بتخاطب عميل واحد. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا في الاول لازم يكون عندي عميل مثالي محدد، هو دوت اللي انا هخاطبه، وان انا دوت اللي هساعده، سواء هقدم محتوى بكلمه هو، سواء انا بعمل ماركتنج او اعلانات بكلمه هو وبساعده هو وبتكلم عن مشاكله هو. فانا عندي عميل واحد، لازم يكون عندي رساله صح خاصه بيه ورساله واضحه. والرساله الصح هنا تعني، تمام، ان انا اكلم العميل حسب مرحلته. يعني ما اجيش اكلم عميل اول مره يشوفني زي عميل مثلا حضر معايا مثلا ويبينار من شهرين. لا، انا هنا مثلا لازم اكلم كل واحد حسب مرحلته. يعني العميل اول مره يشوفني ما ينفعش اقول له تعالى اشتري الكورس بتاعي. لا، انا بقول له مثلا تعالى احضر معايا محاضره مجانيه ويبينار مثلا، تعالى شوف فيديو، تعالى خد كتاب، احضر، طيب احجز معايا مكالمه استشاريه مجانيه تساعدك تفهم مشكلتك. دي كلها حاجات ممكن تساعد عميلك في الاول وياخد الثقه منك. فبالتالي انت لازم تخاطب كل واحد حسب المرحله اللي هو فيها. تمام. فبالتالي قلنا لازم يكون محدد عميل بيتراسله هو فقط ويتراسله حسب مرحلته. الحاجه الثانيه ان يكون عندك كرييتيف، يعني احترافي ومتنوع. لاني دلوقتي غير زمان، ما ينفعش دلوقتي ان انا اعمل اعلان بصوره واحده او فيديو واحد. لا، انا لازم يكون عامل كرييتيف بعدد كبير جدا ومتنوع وبيخاطب العميل بزوايا مختلفه. يعني مثلا العميل اللي عايز مثلا يخس مثلا، فاجي اعمل له مره صوره توضح له مثلا قبل وبعد مثلا. اجي مثلا مره اعمل له فيديو اقول له تستمونيا مثلا لشخص اشترك في البرنامج بتاعي وحصل على نتيجه. اجي مثلا اعمل فيديو تاني اكلمه على حاجه في انها مش هتعمل له ضرر مثلا، او حاجات كيميائيه انها هتسبب له مشاكل مثلا في الكلى، مشاكل في جسمه. فبالتالي انا بكلمه بزوايا مختلفه وبكرييتيف متنوع ومرئي بشكل يجذب الشخص. تمام. فدي الحاجه الثانيه في الاعلانات علشان الاعلان يكون ناجح وواضح. الحاجه الثالثه اللي هو تحليل الارقام بدقه. وتحليل الارقام بدقه، احنا قلنا الرساله الصح، الرساله مهمه، ولكن ماذا لو لم تلفت انتباه العميل؟ فدي اللي هنقولها بقى، اللي احنا قلناها في المحتوى المرئي الاحترافي. تمام. طيب خلينا نقول بعد كده رقم 3 في الاعلانات هي تحليل الارقام بدقه. تمام. طيب زي ايه بالظبط؟ انا لو عامل اعلانات ومش عامل لها، مش بحلل الحملات بتاعتي وبتابع الارقام بتاعتي، فانا كده حتى لو بكسب دلوقتي ممكن هخسر كمان شويه، لان أنا مش عارف رايح فين. كأني واحد راكب العربيه وفاكر نفسه ان هو بيوصل ويتقدم، وفي الاخر ممكن يكون يدخل في طريق يخليه يعيد المشوار تاني من الاول او يكلفه وقت كبير جدا. تمام. فبالتالي انا هنا لازم يكون عندي مقياس للاداء، او بنسميها KPI، لمؤشرات الارقام بتاعه الاعلانات. طيب خلينا ناخد اهم 3 ارقام انا اخد بالي منها كمدرب. ايه هي الارقام ديت؟ اول حاجه حاجه اسمها الرؤاس. الرؤاس ديت هي لازم احسبها قبل ما احط الميزانيه. يعني مثلا انا لو ببيع مثلا خدمه معينه، والخدمه دي انا بجيب فيها تولز وبجيب فيها حاجات معينه واحط فيها حاجات معينه، يعني انها هتكلفني فيها تكلفه. تمام. فانا دلوقتي مثلا لو مش حاسب الرؤاس ديت هي تكلفه العائد على الاستثمار. يعني انا حطيت جنيه في الاعلانات او دولار في الاعلانات وعاد عليا بكام الضعف، يعني عاد عليا ب2 ولا 3 ولا 4 ولا 10. تمام. فدي لازم احسبها. طب انا بحسبها ممكن ازاي؟ احسب الاول انا علشان اكون ربحان لازم على الاقل احقق كام الضعف من الرقم الرؤاسي. يعني مثلا ممكن الاعلان التكلفه ما هيش تكلفه الاعلان بس، وليكن انا ببيع كورس، والكورس ده مثلا سعره مثلا له تيكت $10 مثلا. تمام. وممكن تكون البيعه ثمنها $10 او $11.
فانا هنا في الحاله دي خسران. تمام. طيب ولكن لو انا حاطط الرو اس بتاعي عارف ان انا ممكن يعود عليا بالاستثمار كام بالظبط، فانا ممكن اكون مخطط ان انا مثلا علشان ما ندوش من بعض، انا دلوقتي عندي مثلا كورس ب 10 دولار وليكن مثلا حاجه لو تيكت. تمام. فلازم اكون عارف انا الكورس ده انا مكلفه اعلانات كام، في حاجات انا هضيفها فيه ولا لا، واحسب كل التكلفه. فانا محتاج مثلا علشان اكون ربحان اكون محقق على الاقل خالص 2 رؤاس، يعني 20 دولار. طيب بجيبها ازاي؟ بقدر ساعتها اضيف مكملات، حاجه اسمها ماكسمايزر. ان انا مثلا هتلاقي الناس اللي بتعمل كورس لو تيكت وانت بتدفع ال 9 دولار او ال 7 دولار او ال 10 دولار، بتلاقي فيه بوكس ظهر معاك كده بيقول لك مثلا ضيف ديت ب 12 دولار، ده كورس اضافي، لا دي تول، دي حاجه اضافيه. فهنا ببدا اعلي الربحيه بتاعتي علشان اعلي من الربحيه والرؤاس بتاعي. بدل ما ادفع في الاعلان 10 دولار والكورس اساسا بيتباع ب 10 دولار، لا انا ممكن اكسب 20 و25. في حاجه اسمها اب سيل وداون سيل، دي كلها حاجات بتعلي الرؤاس بتاعي. تمام. وطبعا الموضوع دوت دي يعني تفاصيل كتير وشرح كبير، فمش عايز ادخلكم فيه دلوقتي. تمام. طيب خلينا نشوف الحاجه الثانيه اللي هي سي بي اي او الكوست بير اكوزيشن، اللي هي تكلفه البيعه نفسها. تمام. انا هنا حسبتها من شويه ان انا مثلا كورس عنده 9 دولار. تمام. فانا وليكن الاعلان تكلفه البيعه نفسها ممكن تكون ب 10 دولار. انا هنا هبان ان انا خسران، ولكن لما بحط الحاجات الماكسمايزر واكون حاسب كويس جدا الكوست بير اكوزيشن بتاعي ان انا ما اخسرش، فدي لازم اتابع. طيب انت ممكن اخسر آه، او علاجها ايه علشان ما اخسرش والاقي تكلفه البيع عاليه؟ يعني مثلا انا ببيع كورس ب 10 دولار دلوقتي او 9 دولار ولقيت البيعه وصلت ل 20 دولار مثلا، يعني انا اعمل ايه في الحاله دي علشان اقلل السي بي اي او الكوست بير اكوزيشن؟ ساعتها بستهدف جمهور جديد واوسع من دايره الجمهور بتاعي. يعني انا لو بستهدف مصر بس مثلا في الاعلانات، لا ادخل معاها السعوديه، ادخل معاها آه الاردن، ادخل معاها دول ثانيه مثلا من جمهوري، فبوسع الدايره بتاعتي. فهنا بعمل اوسع جمهور اكبر، وكمان اعمل كرييتيف مختلف. والكرييتيف المختلف هو ده اكتر حاجه بتقلل عليا تكلفه البيع. الحاجه الثالثه لازم احسبها بقى على المدى الطويل، حاجه اسمها ال تي اي او لايف تايم افريج، تكلفه البيع على المدى البعيد. احيانا في ناس بتعمل حاجه مهمه جدا ما حدش بياخد باله منها غير الناس اللي فاهمه كويس جدا، ان انا دلوقتي ممكن اطلع كورس فعلا لو تيكت هو سعره 7 دولار مثلا او 9 دولار، هنفترض مثلا كورس 7 دولار، ولكن انا ممكن يكون تكلفه البيع عليا 10 دولار. يعني انا الكورس بكسب منه 7 دولار وتكلفه البيع عليا 10 دولار، وبكون انا مبسوط. مبسوط ليه؟ طيب انا بصرف لي انا بخسر كده؟ لا انا مش هخسر حضرتك. انا دلوقتي مثلا انا هفترض يعني في اصعب الاحتمالات ان انا دلوقتي مثلا بدخل كل يوم 10 عملاء يدفعوا لي بالكريدت كارد مثلا 7 دولار. الشخص دوت بيبقى مؤهل جدا ان هو لما اعرض عليه كورس هاي تيكت او خدمه هاي تيكت، الناس دي من اوائل الناس اللي بتشترك في الخدمه. فبالتالي انا هنا بحسب العميل مثلا على مدار 3 شهور او 6 شهور او 9 شهور او سنه، انا كسبت من العميل ده قد ايه. هو في الاول انا دفعت عليه 10 دولار علشان يجي يدفع لي 7 دولار، فانا كنت خسران، ولكن بعد كده اشترى مني حاجه ب 50 دولار، بعد كده اشترى مني حاجه ب 100 دولار، بعد كده اشترى مني برنامج كبير ب 500 دولار. فبالتالي اللايف تايم افريج بتاع العميل بتاعي في خلال سنه مثلا انا بقيت اكسب منه مثلا 600 دولار مثلا. فبالتالي انا العميل كده دوت بالنسبه لي مربح جدا. تمام. طيب علشان ابسط لكم الموضوع، لان التحليل والارقام الاعلانات دي موضوع كبير وبيبقى محتاج كورسات متخصصه لوحدها، وانا ان شاء الله قريب جدا او الشهر الجاي ان شاء الله هنزل زي كورس لو تيكت برضو، يعني هيكون بيتكلم على اعلانات الخاصه بالخدمات التعليميه والكورسات والاستشارات والكلام ده كله، وهيكون في كل حاجه بقى بشكل مفصل. تمام. فبالتالي علشان نراجع بسيط على موضوع الاعلانات، لازم يكون عندي عميل محدده، ولازم يكون عندي رساله واضحه بتخاطب بيه مشاكله. الحاجه الثانيه لازم يكون عندي كرييتيف متنوع يجذب عميلي، وبنفس الوقت يكون بيناقش زوايا مختلفه عند عميلي. رقم 3 في الاعلانات ان انا احسب الارقام بتاعتي كويس جدا، وافهم الارقام وافهم كل رقم بيدل على ايه بالظبط، واعرف ان انا العميل دوت ممكن انا النهارده خسران فيه، بس على مدار 6 شهور هكون كسبان كويس، او على مدار سنه العميل دوت ممكن اضيف له حاجات ماكسمايزر زي اب سيل وداون سيل مع الكورس، بدل ما هو هيدفع لي 9 دولار بس هيدفع لي 25 دولار او هيدفع لي 50 دولار. فبالتالي انا هنا عرفت بعض الحاجات اللي ممكن تساعدني اظبط ارقامي واعالجها. تمام. في اي سؤال خاص بالاعلانات؟
لان موضوع الاعلانات ده موضوع كبير، فاحيانا ناس بتقع فيه يعني. تمام. زائد ان في حاجه في الاعلان مهمه جدا لازم تتعمل، هي التراكنج، ان انا لازم يكون عندي تتبع للاعلانات. يعني انا مثلا عامل اعلانات، لازم اربط الحساب الاعلاني بتاعي بالتول او المنصه اللي انا عامل عليها الفانل والصفحات والايميل ماركتنج، علشان لما حد يسجل في الصفحات دي بيبعت زي اشاره كده للحساب الاعلاني بتاعي، بيقول ان في عدد معين سجل. لما بيحصل بيعه بيبعت له ريبورت، فالفيسبوك بيعرف الناس اللي هي سجلت او اشترت منك، فبيفهم صفات العميل ده ايه، وبيروح بعد كده بيحسن من ادائه معاك وتكلفته، فبيجيب لك عملاء. زي ما بيقولوا كده بالبسيط، او كلمه انتوا سمعتوها كتير اللي هو البيكسل والكونفرجن اي بي اي، حاجات كده بتتربط بالمنصه اللي انت بتشتغل عليها. تمام. طيب خلينا. ولو حابب تاخد الموضوع بشكل أسرع وعايز حد يساعدك بشكل شخصي، نقعد مع بعض ونبني لك الخطة المناسبة ليك حسب وضعك الحالي. احجز مكالمتك من خلال اللينك اللي في البايو واملى الاستبيان، وفريقنا هيتواصل معاك ونحدد لك ميعاد مناسب ليك. استني أشوفك وأساعدك توصل لأول سيستم بيعي حقيقي عندك.